عارفين ليه الناس مش بتفضل تشتغل مع فريلانسرز؟ عشان كونكريت مش بس كلمه، كل حرف ليه معنى. اول سي الكوميتمنت، للاسف شديد كتير قوي ما عندهمش التزام. الاو اوفر بروميسنج، تقعد توعد بوعود كتيره جدا ما تحققش منها حاجه. الان لو حد انتقدك في شغلك تقلب نارسيسستك ديس اوردر، انا ما حدش يغلط في شغلي، انا احسن واحد في الدنيا، الغلطه غلطه فلان، الغلطه غلطه علان، وما بتعترفش بغلطك. السي الثانيه كونكتنج، نادرا ما حد بيقرب من العميل ويفهم هو فعلا محتاج ايه. يقول لك انا بديك ديزاين، طب انت عارف هو محتاج ديزاين ولا محتاج فيديو ولا محتاج ايه؟ مربع ولا فيرتيكال ولا هوريزونتال؟ اعرف من العميل هو محتاج ايه. رفنس، جرب كده تختلف معايا وهتشوف وش تاني مش قبل كده. انا مش شغال عندك، انت ما اشتريتنيش يا عم، بشويش ما تبقاش حد كده. اي ايثكس، الاخلاقيات، هو مين اللي عامل لك الشغل البايظ ده؟ لا الشغل كل ده لازم يترمي يتعمل من اول وجديد. للاسف شديد ناس كتير بتتعامل مع فريلانسنج نفس التعامل مع الصنايعي لما يجي يقول لك لا مؤاخذه اللي عمل قبلي ده كان حمار. سي تايم لاين، اصل انا بحب اشتغل بمزاج، مش هشتغل عند العميل، لا اديت ميعاد التزم بيه. اخر ايه انديورنس، ان يلاقي ان اللي قدامه ده عنده قوه وثبات واصرار انه يسلمه الحاجه بالحاجات اللي هو وعده بيها في الاول من غير اوفر بروميسنج. كونكريت.